ماله محمد اخويا؟ يا عم سيبك من محمد والحركات، ما انت عارف محمد اللي استمت وعامل فيها عيال وعايش لي فيها دور الضحيه. والله يا اخويا انا ما فاضي اروح لحد ولا اجي لحد، كل واحد وراه. سلام. يا عمي في يا عبد الله؟ كفاياك بقى يا عمي، مش ترجع الحقوق لاصحابها؟ ابويا راقد عيان مش قادرين نجيب له العلاج. يا فرحتك، شحط طويل عريض زيك، طب ما تروح تشوف لك شغلانه بدل ما انت داير تشحت على ابوك. اشحت؟ ده انا بطالب بحقي، ولا عشان ابويا طيب وغلبان وشريك؟ بس سيبك من دور الضحيه اللي عايش فيه انت وابوك ده، وتروحوا تشوفوا لكم شغلانه تاكلوا منها عيش. ده ابوك فيه صحه تهد جبل. يلا يا ابني. انت متمد ايدك عليا يا قليل الادب. انت اللي بديت يا عمي. يا ابن الحرام. لا يا عبد الله، تضرب عمك عبد الله؟ لا يا عبد الله، لا بس يا تضرب عبد الله عشان اكل؟ لا يا عبد الله، يقولوا وقت الواد، يقولوا واد ابن حرام ضربوا. لا ابن حرام يعني الناس تقول واد الواد. ايدك على عمك يا كلب يا ابن الكلب. طب كنت عايزني اعمل ايه؟ قاعدين في بيت بالايجار وهو واكل حقك مش عارفين يجيب علاجك، هو قلت مين؟ قطع ايدك على ايدي اللي تتمد على اخويا، هو انت عشان شغال ب 50 جنيه هتسل فيا؟ دلوقتي بقى اخوك، امال قاعد تدعي عليه وتشكل طوب الارض ليه؟ امال قاعد تحاسبن عليه ليه؟ وانت مالك؟ اخويا مهما حصل وزي ما ضربت عمك انا هاخد حقه منك. صل على النبي يا محمد، وحد الله. في ايه؟ الكلب ده ضرب عمه. طب روح انت يا عبد الله. اديت لي الحاج يا محمد، انت السبب في اللي حصل ده. وانا متاكل حج ومش عارف اجيب علاجي وانا السبب برضه؟ ايوه انت السبب، مش قاعد في وسط عيالك ومراتك تحاسبن على اخوك وتدعي عليه لما البلد كلها عرفت حكايتكم واتفضحتوا. وانا كنت هقول لمين وهشكي لمين؟ ما هو بكلامك ده العيال كرهوا عمهم، وبدل ما يبقى عمهم بقى عدوهم، وادي النتيجه يا اخويا. في الاخر انا السبب وانا اللي عملت كده في اخويا؟ ايوه انت اللي عملت كده في ابنك وفي اخوك. ما تزعلش، في الاخر وفي الاول ده اخوك، وما تزعلش منه. وبعدين عشان خاطر العيال ما يشروش من بعض، وسيبها على الله. يا حاج محمود، اتفضل. تعال يا عم ماجد، اتفضل. اتفضل اتفضل. حاج محمود، الحمد لله على السلامة. الحمد لله اني جات على قد كده. طيب انا مش جاي اقول له صالح اخوك ولا سامح ابن اخوك ولا ينفع واسطه بين الاخ واخوه. عيب يا عم مجدي، ده بيتك في اي وقت، انت اخونا الكبير. امال جاي ليه يا عم مجدي؟ جاي عشان اقول لك انت السبب. مش وقته يا عم مجدي. ده وقته، والجرح لازم تدوس فيه عشان ينضف. يعني انا السبب يا عم مجدي؟ يعني يرضيك اللي عمله فيا ابن اخويا؟ يا اخي ده احنا لما نبقى في الجامع ويقولوا يتبرع، اول واحد انت تقوم تتبرع، وكل سنه تيجي موضوع العمره اول واحد انت ما تقدم، وربنا ما يسهلك وتطلع عمره. ولما يبقوا اتنين زعلانين مع بعضيهم مش ما يرتاح لك بال غير لما تصالحهم على بعضهم. ما بدل ده كله يا اخي ده حاج اخوك. والله العظيم يا عم مجدي لسه اما بقول له الكلام ده قبل انت ما تيجي. يا راجل ده اخوك قاعد في بيت بالايجار ومش لاقيين يجيبوا علاج، وابنه ما يشتغل ب 50 جنيه في اليوم، مش مكفيهم مصاريف ولا علاج. خلي في رحمه شويه. تخيل عليك بقورته وساورته هو وعياله والدور اللي هم عايشينه ده. يا اخي والله العظيم دخلت لحقت العصا نزل على دماغ ابنه. يا اخي تفكر اخوك فرحان اللي هو حصل ده. بص يا ابن عمي، كلام عمك مجدي والله جاب من الاخر. واسمع يا ابن عمي،
اللي هيقول عمك مجدي هيمشي عليك، واللي ما سمعتش كلامه والله ما هخش لك بيت تاني. وحاج يا ابن عمي، وكرامتي اللي اتجلت في البلد واتهانت. حاجة وكرامة ايه؟ حد هيعايرك بابن اخوك؟ ده ابن اخوك. يا راجل اتق الله في قلبك يا راجل، خلي عندك رحمة، والله عارف ان قلبك طيب، انا مستعد اروح اجيب لك اخوك وابنه يحبوا على راسك وعلى ايديك ورجليك، يا اخي ده انت طيب. سلام عليكم. بص يا عبد الله يا ابني، ايوه يا ابويا. عمك مجدي راح لعمك عشيه واستسمحه، واحنا يا ابني هنروح عنده هتبوس على راسه وعلى ايديه وعلى رجليه، وان صوتك عالي عليه لا انت ابني ولا اعرفك. بتعمل عليا ايه يا ابويا؟ مين؟ هو ده عبد الله؟ مال عبد الله؟ مش هو ده عبد الله؟ انا ما ضربتش حد، ما ضربتش حد، ما ضربتش حد، ما ضربتش حد. ابويا يلا يا ابويا، يلا ابويا، ابويا يا رب. حبني يا محمود، حبني يا محمود، احب على رجلك. في مالك يا محمد؟ مالك يا محمد؟ الواد خدته الحكومه. ود مين؟ الواد اللي لما يصرف عليا وما يشتغل ويجيب 50 جنيه من بره عشان يجيب لي العلاج، يرضيك على اخر ايامي انزل للجمعيات عشان يجيبوا لي العلاج؟ وراحوا فين دلوقتي؟ مش اخويا ما اعرفش راحوا فين. يلا يا عم، يلا يا عم، يلا يا محمد تعال، يلا يا محمد. تمام يا باشا. ما ضربتش حد. ايوه يا باشا. ما ضربتش حد. ضرب عمك عشان عمك. يلا 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 على المخمين. يلا خش على فوق يلا. امشي يا محمد. يا عبد الله، يا عبد الله، يلا يا عبد يا عبد الله، عملت يا عبد الله. يا عبد الله. مين دول؟ قول له عمام يا باشا وابوه. ماله عبد الله يا باشا؟ مش هو يا محمود اللي ضربك عشان ده؟ ما حصلش طبعا. لا ما حصلش، مفيش حاجه يا ريس. مالها التعويره اللي تحت دماغك دي؟ ده انا خبطت في الباب وانا طالع عشيه، ده ابن اخويا. ما كيف يا مصطفى الكلام ده؟ الاخباريه يا باشا والبلد كلها عارفه. لا ما حصلش، ابني ما يعملش كده ولا يضرب عمه. يا باشا ده بلد اشاعات، عمر الود ما ضرب عمه. فعلا يا باشا، انا ما حدش مد ايده عليا، ده انا ده اخويا وده ابن عمي. ماشي، طب تعالوا معايا. ماشي اتفضل. عبد الله، شفت عمك عمل ايه عشان خاطرك؟ ده انا قلت له، ولو على صوته قلت له لو عليت صوتك على عمك لا انت ابني ولا اعرفك، والحمد لله اللي جيت على كده. خد يا ابن عمي، شوف الورقه دي فيها ايه. دي حته البيت والاربع جرارير اللي كتبهم لك ابوك. الله يرحمه ويسامحه. انا لا اود ابويا جهنم ولا اود اخويا الجحيم. انا بيني وبينها حد الله. الله يبارك لك. قطعها بايدك يا ابن عمي. حقك عليا يا اخوي. حقك عليا انت يا محمد. قوم يا بيه، قوم حق على راس عمك والدك. قوم. حقك عليا يا عم. خلاص يا عبد الله، حقك عليا. خلاص يا عبد الله، حقك عليا. خلاص خلاص يا عبد الله، الله يسامحك عليا يا اخوي. الله يسامحك. واحدة من الناس غير الله يسامحك بعدين. يا محمد. سامحني يا محمد، سامحني يا اخوي، وربنا يرحم ابوك ويسامحه يا محمد. سامحني يا عبد الله. انت اللي سامعني يا عم. عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اجله فليصل رحمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متفق عليه، رواه الامامان البخاري ومسلم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فقال رجل: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولو كان قضيبا من أراك. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأراك هو شجر يصنع منه السواك. أخي حبيبي، ماذا يقول بياني وقد احتويت روائعا ومعاني؟ فلأنت في دنياي إشراق تجلى، ولأنت لي فخر بكل مكان. أنت التراحم والمودة كلها يا صاحب الأفضال والإحسان. يا رب أسعد إخوتي وأحبتي، يا رب واجمعنا بروض جناني.